بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله حجرب معاكم طبيخ العدس بالطريقة السودانية، طريقة بسيطة وسهلة ولذيذة. عندي حلة فيها زيت، نزلت عليها شوية بصل مقطع مكعبات زي ما شايفين، وبس يوصل معانا البصل المرحلة دي بنزل عليه العدس المغسول، صفيه من الموية وتقليبة سريعة كده بالزيت. انزل عليهم كزبرة مسحونة. طريقة بسيطة ولذيذة وسهلة يا جماعة، بدون اي اضافات كتيرة، بهارات كتيرة وفلفلية وجزر وحاجات كتيرة. المهم نزلنا عليهم الموية وبغطي عليهم يغلي معانا الغلوة الاولى. بعد ما نشوف انه الغلوة الاولى العدس بدأ يغلي معانا، ننزل عليه معجون الطماطم والملح واغطي عليهم، ونجي هنا نشوف خلاص وصل معانا برضو مرحلة الغليان. اول ما يغلي معانا بمعجون الطماطم بنزل عليه الثوم. وفي المرحلة دي الماجي اختياري، رغم انه العدس ما محتاج ولا ماجي ولا غيره. تديه فركة بسيطة كده بالمفراك او هنا تحريكة بسيطة كده بيدوب معاك على طول زي ما واضح قدامكم. بعد كده اخليه يتسبك على نار هادئة خالص، وزي ما شايفين هنا خلاص يتسبك معانا. وصل معانا المرحلة المطلوبة، ما ضفت اي بهارات كتيرة ودايب على الاخر. هتحسوا بطعم العدس طريقة حلوة شديد يا جماعة، طعم لذيذ وريحة الثوم ما قادرة اكلمكم. زي ما شايفين مسبك وقوامه مناسب جدا. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير اذا عجبكم الفيديو. وان شاء الله يا رب يعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم.